السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير ان شاء الله. قبل ما ندخل على الفيديو بس لازم تحطي اللايك وتشتركي في القناة لو مش مشتركة. ان شاء الله الغدا النهاردة يعجبكم. عملت كفتة وعملت بطاطس محمرة وعملت سلطة كده قطعتها طرنشات وسلطة طحينة، وان شاء الله تعجبكم. الكفتة دي يا جماعة طريقتها بتطلع هشة وطرية وجميلة جدا، ما بتكشش ولا بيحصل فيها أي حاجة، ومكوناتها بسيطة، ما باضيفش عليها أي حاجة تانية. كان معايا 3 بصلات ضربتهم في الكبة كده زي ما أنتم شفتوا، وادي ده البصل اللي أنا ضربته. حطيت عليه ملح وفلفل أسود، تمام كده. وحطيت رشة بهارات بسيطة خالص، بهارات لحمة. تمام، هدعكم بقى بإيدي كويس جدا البصل وملح وفلفل وبهارات. تمام كده. هنزل بعد كده باللحمة المفرومة اللي عندي، ده كيلو لحمة مفرومة، هنزل بيه على البصل. ما باضيفش اي اضافات تانية، هو البصل وملح وفلفل اسود وشوية بهارات واللحمة المفرومة. تمام، هنزل بالكمية اللي عندي كلها. هقلب بقى ده كله بايدي. تمام، هنا بعد ما خلصت دي كده اللحمة المفرومة بالبصل المفروم ملح وفلفل وبهارات، قلبت كله مع بعضه وهبتدي اصبعها. متنسيش تحطي اللايك وتشتركي في القناة لو مش مشتركة. ان شاء الله الكفتة دي هتعجبكم جدا، ما بتكشش وبتطلع هشة وطرية، ما بتنشفش وجميلة جدا. ده الحجم اللي انا عملته. تمام كده، هخلص بقى كل الكمية اللي معايا. كده هنا انا خلصت كل الكمية اللي معايا، طلعت بالشكل ده، شكلها جميل ما شاء الله. كده بقى هولع النار عليها من فوق، هحط شوية زيت على الوش وهغطي عليها وهسيبها. اول ما تغلي هوطي عليها النار. تمام، هنا بقى عقبال ما حطيت يعني انا حطيت الكفتة على النار، هنقشر بقى بطاطس. متنسيش تحطي اللايك. تمام، هنا كده انا قشرت كمية البطاطس اللي انا عايزاها، هقطعها بقى طرنشات وبعدين صوابع وهحمرها في الزيت عادي. تمام كده، هكملها بقى. وهنا اهي الكفتة بتغلي معايا، هبتدي بقى اوطي عليها النار واغطي عليها باي غطا واسيبها بقى مع نفسها خالص. هنا بقى حطيت كمان البطاطس على النار، كده الكفتة على النار والبطاطس على النار. هنعمل شوية طحينة، عندي دي طحينة خام. تمام، هبتدي انزل عليها بشوية مية اخففها، بس شوية مية عادي من الحنفية يعني.
تمام كده، هخففها الاول. كل ما الاقيها تقيلة بخففها تاني بشوية مية. تمام كده. هنا هحط عليها شوية ملح وشوية كمون. تمام، هحط برضو عليها معلقتين خل والليمون طبعا. تمام كده، وهقلبها بقى كويس كده. الطحينة برضو معايا خلصت. هنا ده شكل الكفتة اهي. طلعت جميلة وما كشتش خالص وطرية حلوة جدا. قطعت بقى خيارية على طماطماية على قرن فلفل، والبطاطس اتحمرت، وسلطة الطحينة. ان شاء الله الاكل النهاردة يعجبكم، جربيها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.